رجعنا على حضراتكم تاني وانضم لنا زي ما قلت لكم ضيفين عزيزين اصدقاء مقربين، يعني للعبد لله من جيلين مختلفين لكن جغرافيا هم منطقه واحده المنصوره. وجمال ومواهب وابداع المنصوره الحقيقه مكان كده لا يمكن الا ان تفخر ان محافظه الدقهليه ومدينه المنصوره طبعا، لدرجه انه احنا صغيرين كنا بنفكر ان محافظه المنصوره صدقوني يعني حاجه عبقريه زي كل حته في مصر، بس هناك مساحه الابداع زياده شويه. استاذ والزميل العزيز الناقد والكاتب الصحفي لطفي السقعان، اهلا بك يا استاذ لطفي. اهلا بك يا استاذ عصام. اخبارك يا ريس؟ نور الدنيا. وحشني. ربنا يخليك يا ريس. كمان الشاب العجوز شويه كابتن رضا شحاته، نجم من نجوم الكره ولالات الكلام عن نفسهم، ويمكن لو اتكلمت ربع ما لعبت يا رضا كانت الناس عرفت ان رضا شحاته ما عداش كده على كره القدم حتى بنجوميه عاديه. انت كنت ما شاء الله واحد من اهم نجوم الكوره، انما دايما يعني عكس ما بنقول على نجوم الكوره انهم بيعرفوا يبقوا في الكادر، انت كنت سايب الكادر الاعلامي ده خالص. منورنا يا كابتن رضا. ده نورك يا استاذ عصام، ويشرفني ان انا ابقى موجود مع حضرتك ومع الاستاذ لطفي طبعا. يعني احنا متعود على كده من صغري، يعني كلامي قليل شويه في الاعلام وفي الحياه العاديه حتى، يعني برضو ما بحبش، لان انا من وجهه نظري الكلام الكتير بيخلي الواحد يغلط، يقلل الشغل. بيقلل الشغل يعني احنا شغلتنا الكلام هنعمل ايه كده. طبعا كابتن رضا اصلا الان يعني بينشئ جيل. انا سعيد لما عرفت ان هو يتولى تدريب فريق 95 في نادي الجونه، وهو نادي يستحق تواصل اجيال لانه محقق نظريه الاحتراف، وان كان محتاج شويه للحاج احمد الصحيفي زقه كده مع القطاعات تحت، وكمان معاه يعني ما يسمى بقطاع البراعم. صح كده يا كابتن؟ مظبوط. قطاع البراعم في نادي الجونه، و95 اللي هو تحت الدرجه الاولى. يعني في شويه حاجات كده ان شاء الله الحاج احمد وعدنا ان السنه الجايه الامور هتبقى مختلفه تماما في القطاع تحت، وبرضه في الدرجه الاولى الامور هتبقى مختلفه. يعني نادي الجونه هو وعد، حتى انا شفته في كام لقاء تلفزيوني قبل كده، وعد ان السنه الجايه هتشوف نادي الجونه في مكان تاني خالص باحترافيه بمنظومه مختلفه تماما عن السنين اللي فاتت. بامانه وبدون مجامله هم الحقيقه اولى بيها، لان هم بداوا بتجربه احترافيه حققت معادلات كتيره لازم نحترمها، لانه لا مال عام ولا يحزنون، من ليه صاحب ويعرف يشتغل ويستثمر في الرياضه. مباراه الاهلي وقد بدات. قبل ما نخش في معمعه الدقيقه كام لازم نسال الاول استاذ لطفي، شايف الماتش ازاي باذن الله؟ مفيش شك وجود الجمهور في مران الخميس كان له عده رسائل معينه. انا شايف ان الجمهور قدر يوصل رسائل للعيبه اكتر ما مجلس الاداره قدر يوصل هذه الرسائل للعيبه. الجمهور كان واضح تماما في رسائله ان هو يرفض التخاذل من اللاعبين. عليكم بافريقيا او الرحيل. او الرحيل ادي اول رساله. وده كان اسلوب حاسم جدا وجمل بسيطه ولكنها معبره جدا. لما اقول بالروح بالدم الدوري مش هيروح، دي كانت رساله تانية. لازم يبقى فيه قتال في اللعب، لان المستوى اللي هم بيأدوا بيه اداء وظيفي لا يرقى لمستوى المسؤوليه لاعب. مش متعودينه جماهير الاهلي، هم مش متعودينه. وطبعا يقصدوا القتال ودم الكوره عشان بس محدش يطلع يزايد لا خالص، لا يعني يبقى في حميه شويه في الملعب، في رجوله في الملعب. برضو جابوا عباره مهمه جدا كان قالها جوزيه المدير الفني السابق للاهلي، ان الاسوأ من الهزيمه عدم القتال للفوز. يعني الاسوأ من الهزيمه عدم القتال للفوز. يعني ممكن تخسر بس تكون بتلعب كويس وبتؤدي بقوه لغايه اخر لحظه. صحيح. بس وارد طبيعي هم 3 نتائج مفيش غيرهم، تفوز تخسر تعادل. والعب بحماس، اسمع صوت الناس. العب بحماس، اسمع صوت الناس. المسج هنا ان انت ما بتلعبش بحماس، اذا هقول ان انتم متخاذلين بشياكه، لكن واضح ان مش ده الاهلي. فانا يعني كل الرسائل ديت معانا حاطين شويه طبعا من ما التقطناه من جماهير الاهلي يومها في الملعب يعني. كل الرسائل بتقول التخاذل ليس من صفات الرجال،
برضه ديت نوع من التوضيح ان انتم متخاذلين. ودي كانت احدى اللوحات اللي هم علقوها في الملعب. و تعبير اخر، العب بقى يا عم خلي عندك دم. فده برضه انا حاسس ان عند التعبير ده، مش عارف وجهه نظري يعني، انه كانوا بيقولوا لرجالتهم لاعيبتهم ايوه مالناش دعوه باي حد غيرك خالص، يعني خلي عندك دم وسيبك من الراجل ده ايا كان، عارف يعني. ايا كان لان يعني انا مش شايف ان الدنيا وقفت عند جريده. صحيح. يعني وجهه نظري الدنيا مش واقفه عند جريده، لكن واقفه على الملعب. ان نظريه الكوره زي ما اتعلمناها وزي ما لعبناها وزي ما شفناها وزي ما عاشرناها وزي ما كتبنا عنها وزي ما مشينا وراها وزي ما جريتنا وراها، معروف ان انا اقدر اقول ان الكابتن رضا شحاته عليه في الملعب ككوتش عليه 70%، عليه 30%، لكن اللعيبه في الملعب بتوع لعيبه مش بتوع مدرب. انت ما رحتش بعيد، رضا عمل دور زي ده في واحده من المباريات التي ربما لا تتكرر لنجم. يعني كنا في دوره قطر الوديه الدوليه واتطرد لنا 2 لعيبه، ومين بقى؟ جمال حمزه ومحمد محسن ابو جريشه واخونا رضا ربنا يديله الصحه. بقى ايه اللي هو 6 ورا وواحد قدام، وقتال مرير. اولا بيضغط على المدافعين، مش بس بياخد الكره ويجري منهم يعني. ثانيا الكره معانا يبقى يدور حسام غالي او بقيه المجموعه على رضا، سلم رضا بقى يروح كل الحتت الفاضيه، يعني مش بس يبقى عايز يروح للجون علشان الناس تاخد نفسها. فاكر الماتش ده طبعا؟ طبعا فاكر المباراه دي، وهو ده اللي انا باكده. المسجات دي بقى انت اللعيبه اهو وانا ولطفي قاعدين في المدرج وقلنا المسجات دي مردودها ايه بقى واحنا معانا نجم. يعني انا شايف ان في حاجات ايجابيه وفي حاجات سلبيه على اللعيبه. جميل. وجهه نظري في بعض الحاجات ايجابيه وفي بعض الحاجات في اللعيبه خدتها بشكل سلبي شويه. الايجابي الايجابي ان الناس عايزه النادي الاهلي يكسب، وده حقهم، وده انا كلاعب بقراها كده، ده حقه ان هو يطلب مني ان انا اكسب وان انا ابقى موجود وان انا ابقى قد القميص بتاع النادي الاهلي. جميل. دي الرساله الاولانيه. الرساله الثانيه ان في ناس خدت الموضوع بشكل بنظام تهديد شويه. انتوا بتهددونا وده مش وقته. يعني الامور، انا شايف ان الامور كانت صعبه. احنا عندنا ماتش بعد يومين، ناس بتقول لي يمشي وناس بتقول تقعد، فانا شايف ان التوقيت بس كان فيه مشكله. يعني لا، انا وجهه نظري ان الراجل كان لازم يكمل، وده دور اللعيبه بقى. الاستاذ لطفي زي ما هو بيقول في 70% لعيبه، وانا اتفق معاه تماما في ان في 70% لعيبه. لحد دلوقتي احنا اللعيبه دورها في النادي الاهلي 30-40%. لازم يروح لل70، لازم نوصل لل70 عشان نقدر نمشي بالعجله بتاعه النادي الاهلي. انت قلت الراجل لازم يكمل. هو الكابتن رضا يقصد يكمل الماتش ده ولا ماتش مثلا كمان ولا يكمل لاخر الموسم؟ ايوه الكابتن رضا يقول لا انا بسالك انت. انا وجهه نظري هي الايام قامت على جريده من بعد الحوار اللي عمله او التصريحات اللي عملها بعد المباراه. وانا شايف ان من وجهه نظري عشان برضو ايه يعني احنا ناس بنوصل رساله فنبقى عندنا مصداقيه واضحه. انا شايف ان الصحف كلها لقت ان جريده قدامهم على دماغهم ان هو خص مجله اسبوعيه بموضوع بحوار. صحيح. تمام. فالصحف الله ده انت رحت بعد ثاني. فالصحف زمايلنا اللي في الصحف اليوميه طبعا عايز يعبر عن غضبه، فغضبه الشديد في مين؟ جريده ينتقد مجلس اداره الاهلي، جريده يجرم مجلس اداره الاهلي، فهنا بقت في معركه ومجلس الاهلي فجاه لقى نفسه شريك في هذه المعركه. ايا كان الراجل مش عاجبهم او عاجبهم، لابد ان يبقى في ميزان لمجلس الاداره، ان انا النهارده ممكن اكون مختلف ميزان في التعامل مع الموقف. انا بشفق عليهم لانهم اول مره يتحطوا تحت هذا الضغط كمجلس اداره، لكن ما عندهمش خبرات سابقه ان هم يقدروا يواجهوا مواقف زي دي كتيره يعني. صحيح. يعني كم من ازمات بتيجي وبنتعالج معاهم بوفق خبرات فنيه وخبرات اداريه. هم يفتقدوا الحس الفني والخبره الاداريه. في الرياضه ربما يكون في شغله حد هايل جدا، لكن فيما يتعلق بالرياضه ده موضوع تاني. انا اعرف ان في لعيبه كتيره مش عايزه جريده، وعلى فكره مش من يعني مش من نجوم الصف الاول كمان، من اللعيبه الصغيره كمان مش مختلف مع في حاجه ضايعه. في حاجه مش موجوده، وده سببه برضو يعني واضح للناس. يعني ما اعتقدش ان انا لازم اقرب من جريده بشكل كويس. يعني لازم وائل جمعه ده ما يسيبش جريده، يلعب عليه مان. طب عايزين نقول الو
ونرجع عند وائل جمعه يلعب عليه مان، عشان عندي حاجه مهمه للكابتن رضا كمان، انه مكيده قال كلام مهم قوي. الاهلي ظلم لما جاب مدرب صغير وقليل الخبره. الو كابتن رضا عبد العال. استاذ عصام ازي حضرتك؟ يا نجم النجوم وحشنا يا نجم. والله انت اكتر يا استاذ عصام، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك كابتن. معانا الكابتن رضا شحاته والاستاذ لطفي السقعان في الاستوديو. سلامي طبعا للكابتن رضا والاستاذ لطفي حبيبي يعني. لو سالناك باذن الله متوقع ايه للماتش تقول ايه؟ ان شاء الله لا بديل غير الفوز يعني. ان شاء الله. ماتش النهارده او ماتش بكره يعني، لان دي سمعه الكره المصريه في الاول وفي الاخر يعني. ان شاء الله يعني. هل انت دلوقتي قدامك الماتش ولا عندك شغل او شيء منعك من متابعه المباراه؟ والله كنت بتفرج على المان يونايتد يعني، انا كنت الله الماتش الساعه 8 الله الساعه 7، فلسه دلوقتي محمد العراقي بيتصل بيا بيقول لي ده الماتش شغال بقاله 5 دقايق. ما احنا كنا مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نتواصل معاك النهارده بالتحديد، لانه النهارده مسمينه يوم نجوم الكره ونجوم الاهلي بعد الخلافات على الراجل نفسه، لان لعيب الكوره بيبقى ليه 70% زي ما الكابتن رضا والاستاذ لطفي اكدوا. وهنسيبك طيب، ايه رايك تتفرج شويه ونرجع لك تاني؟ مفيش مشكله، بس انا عايز اقول نقطه. اتفضل. لا طبعا ده انا هرجع لك تاني ده بجد، لان عايز اعرف وجهه نظرك بعد ما تتفرج مثلا ربع ساعه او حاجه. اتفضل يا كابتن. قبل الفرجه كمان. اتفضل. انا شايف الدنيا هايجه يا استاذ عصام على الراجل يعني. وبعدين يعني النادي الاهلي لما جايب الراجل ده مش جايبه مثلا ان هو لقاه مدرب قاعد على القهوه وجابه، اكيد درس يعني تاريخه والسي في بتاعه وكل حاجه عنه. فلما يجيب راجل زي ده انا شايف ان الراجل مظلوم، لان اصلا اللي يتحاسب لعيبه النادي الاهلي الكبار. لعيبه النادي الاهلي الكبار. طبعا الراجل مش هينزل يلعب. احنا كان في حاجه استاذ عصام يعني بحب اقولها، ويمكن رضا شحاته اللي قاعد قدام حضرتك ده يعلمها تماما ومر بيها وحس بيها، ان في المواقف دي كان شوبير وكان حسام حسن وابراهيم حسن وحسام عرابي والناس دي تلم اللعيبه في الظروف دي. عدى الموقف ده علينا واحنا ايام هارس، وعدى الموقف ده ايام هولمان وايام تسوبل. كانت اللعيبه الكبار هي اللي ليها الدور في الموضوع ده، ان هي تلم اللعيبه الصغيره دي وتحسسهم يعني ايه النادي الاهلي او نادي الزمالك، او يعني ايه ان انت بتلعب في نادي بطولات. صحيح. انا شايفه ان اللعيبه الكبيره بتلعب الماتش وتروح ومالهاش دعوه، ما مش في دماغها بقى ان ده نادي اهلي. لا، انت لازم تلم اللعيبه الصغيره، لان اكتريتهم مش جايين من نادي، مش طالعين من النادي الاهلي اللي هو نادي البطولات او نادي الزمالك. انت جايبهم من انديه يا دوب ان هم كانوا بيتمنوا ان هم يلبسوا الفانيلا. فده اللي حبيت اقوله. بس الراجل مش هينزل يلعب. الراجل الماتش اللي فات عامل ماتش كبير قوي الشوط الاولاني قدام المقاولين، ولو في حظ يكسب 3-4 وكانوا طلعوا مدحوا فيه. الشوط الثاني ما حدش يقول لي تغييرات، هي طريقه لعبه كده، وشايف ان هو الراجل اللي هو الراس حربه ما كانش عامل حاجه، قال لك امتلك واستحوذ على الحته اللي هي الثلث الاخير، وبعد كده ابقى انزل راس حربه ثاني لما اكسب. واخد بال حضرتك؟ فده فكر. احنا ليه بقى قاعدين للراجل مصطادينه؟ الاهلي ما ياخدش بطوله، النادي الاهلي السنه دي ما ياخدش بطوله. النادي الاهلي كتر خير اللعيبه ان هي والراجل اللي جابوا بطولتين السنه دي، بطوله الدوري من السنه اللي فاتت وهي على كف عفريت. صحيح. خصوصا بعد اعتزال محمد ابو تريكه وبركات ووائل جمعه، ده 3 اهرامات بطلوا. وانت تعرف يعني كويس ان النادي الاهلي جاب الراجل ده عشان ان يعمل تيم السنه الجايه واللي بعديها ان هو ينافس على البطولات، لان لما حصل الكلام دوت قبل كده في النادي الاهلي لو تفتكر طاهر ابو زيد وربيع ياسين والناس دي، الاهلي قعد 5 سنين ما ياخدش بطوله. طبعا عشان كده قلت لك لازم تتفرج شويه، لانك وديتنا في السكه الصح اللي اكدوها ضيوفي الاعزاء على فكره اللعيبه والكبار منهم هيعملوا ايه. حضرتك مطالب انك ترد علينا خلال احداث الشوط الاولاني يا كابتن رضا. مفيش مشكله. شكرا ابو الريد، وحشنا يا حبيبي. كلام مهم ومتوافق مع اللي حضراتكم قلتوه، بس زي ما قلت لك، هل هو الراجل فعلا قليل خبره زي ما مكيده قال؟ يعني ولا اللعيبه يبقى دورها الكبار زي ما قال رضا عبد العال وشاهدك على القصه، هم اللي لازم يعبروا بالاهلي. على فكره سيد وزير الشباب والرياضه ايضا في الملعب هيرسم منه على مواكبه المباراه. يمكن الكابتن رضا علق على نقط مهمه جدا من وجهه نظري. انا هحكي موقف بس. كنت انا في جاي من نادي المنصوره رايح النادي الاهلي، كان بالنسبه لي طبعا انا رايح النادي الاهلي طبعا، وكان سني في الوقت ده 18 سنه تقريبا. فانا اليوم ده انا ما اقدرش انساه، من الايام اللي انا ما اقدرش انساها في حياتي. اول ما دخلت النادي الاهلي اللي قابلني
اللي قابلني في اوضه اللبس وخدني من ايدي ونزلني الملعب وجراني في الصف اللي قدام كان وليد صلاح الدين. ايوه. وكابتن هادي خشب، كابتن وليد وكابتن هادي. اكبر اتنين دول بالنسبه لي كانوا عمالقه في النادي الاهلي طبعا. فدول ياخدوك وتجري معاهم في الصف اللي في الاول ده، هو كسر لي على طول حته ان انت معانا، انت بتاعنا. ايوه انت خلاص جوه النادي الاهلي وفي الفريق الاول في النادي الاهلي. انت مننا، انت مش من بره، انت مننا، انت مش من بعيد، انت مكاننا وانت معانا. فانا اوريدي انا تاني يوم تقريبا انا بقيت ابن النادي الاهلي. خلص فالموضوع اتكسرت. فهو بنتكلم على حته اللم وحته اللعيبه دي دور اللعيبه اللي موجوده. الراجل المدير الفني انا حاسس من اول يوم انا قلت الكلام ده، هو علاقته كانت في بدايه السيزون كانت علاقه نفسيه كويسه قوي، اللعيبه كلها بتحبه وملتزمه. طبيعي انا عندي 30 لعيب السنه دي او 35 لعيب، انا محتاج العب 11. طب والباقي ما لازم يزعل، يعني حته الزعل دي موجوده، لازم تبقى موجوده. ما كانتش موجوده في النادي الاهلي يا رضا قوي كده. مش قصدي كده برضو، انا قصدي ان هي موجوده ليه الفتره دي؟ لان هم شايفين ان المدرب ده اقل من غيره. يعني كان مستر مانويل اول ما جه من اول تدريب بالنسبه له عمل لنفسه شخصيه وكاريزما في النادي الاهلي، فبقى اوريدي خلاص بقى مسيطر على الموضوع. تزعل ولا تتلوي، هو ما عملش لنفسه الكاريزما اللي يقدر يسيطر بيها على النجوم دي، فبدات الامور تهرب من تحت ايديه، فبدا يبقى في مشاكل، بقى ده بيتكلم وبقى ده بيتكلم. مستر مانويل كان بيعمل يعني مش عايز اقول لك كان بيذبح اللعيبه، ما كانش بيسمع صوت لاي حد وكله بيبقى راضي. انا اعرف انه مره يهزر مثلا هنقول مع ابو تريكه، وتاني مره في موقف يقول له انت مين، ومش بيهزر بقى بيقول له انت مين، ما اعرفكش، اللعيبه ايه قدامه. هو كان عنده الميزان ده. الميزان ده ميزان خبرات زي ما مكيده قال، خبراته شخصيه انا شايف ان الشخص، انا ممكن ابقى واحد كبير في السن بس انا ما عنديش كاريزما وما عنديش شخصيه، فمش هتكمل الخبرات. ممكن حد صغير جدا في السن بس هو عنده كاريزما وعنده شخصيه. الله، ده احنا رحنا بقى لجوارديولا والتجارب اللي بنتمناها هنا. لا مش نفسه، يعني تجربه انه فعلا ممكن حد في متوسط عمر الاربعينات مثلا واللي عنده شخصيه، وده مهم قوي ان احنا نروح له برضه. انت كنت بتكتب حاجه قبل ما اسالك. لا ده انا يعني اللي هو الاتفاق اللي اتفقنا اللي هو اللي قاله الكابتن رضا، الهدف المكسب والبعض اللعيبه اللي خدت ده موضوع تهديد، ان هو الايجابيات والسلبيات اللي كانت موجوده في حضور الجماهير. وانا خرجت منها ان انا ذكرت حضرتك ان وائل جمعه لازم يلعب مان. ايوه يلعب مان على الخواجه. ليه بقى الخواجه؟ واضح ان مفيش تلاقي بين الاثنين. ده مدير كوره في النادي الاهلي لازم يكون يعلم ان المدير الفني يعني امتى هيشرب ميه، ابقى عارف انه امتى هيطلب الميه، وعارف انه امتى هيطلب ياكل، وعارف انه امتى هيبقى خلاص زهق وعايز ينام. لازم ابقى عارف امتى هيتعصب، يعني ابقى حفظته كشخصيه، وابقى قريب منه. ليه؟ لان هبدا النهارده هيبدا يقول لي طب خلي بالك لطفي كان الماتش اللي فات وحش، فشوف هولي ماله، يعني هل هو نفسيا عنده مشاكل؟ لان بعد اعتزال ابو تريكه لم يعد هناك من يقود اللاعبين داخل غرفه خلع الملابس وخارجها، حتى لو لم يكن كابتن الفريق، حتى لو لم يكن كابتن الفريق. لكن زي ما قلنا ان اللاعب الكبير عليه دور كبير جدا ان هو يلم شمل اللعيبه، وده كان بيحصل في اكتر من جيل. في ناس موجوده، نفس الجمل اللي قالها رضا عبد العال واللي قالها رضا شحاته، انه هناك وانتوا اكدتوها بفكره 70-30 دي. ايوه. فعايز اقول ان وائل جمعه مقصر في حتته، انه لازم يغوص في فكر الراجل اكتر من كده، عشان حتى لما اجي احاسب يبقى انا برضه بحاسب بميزان قوي، مش بميزان ضعيف. ان الراجل ميزان ذهب قوي وحساس. يبقى انا اقدر افند 1 2 3 4 5 6 دول مش موجودين، 7 8 9 10 دول يا جماعه دول حاجه ناقصانا ولازم نكملها في اللي جاي. ده كان يجب يبصوا لها بشكل او باخر. لكن حتى اللي حصل بين ان مفيش تلاقي بين مدير الكوره والمدير الفني، ودي تبقى كارثه كبيره جدا. لان انا لما بحط مدير كوره زي ما بحط رئيس جهاز، طبعا اذا كان رئيس الجهاز مش متلاقي مع المدير الفني دي تبقى كارثه. مفيش تفاهم، مفيش تلاقي. انت قلتها بشكل تاني والكابتن رضا قالها بس على اللعيبه اللي هو بيلعب ويروح. ويبدو برضو ان كلاهما بيشتغل ويروح، ما حدش عارف التاني بعد ما روح عمل ايه. انا فاهم صح؟ تمام كده. جريده كلية عبدول هقوله بالمصري ان وائل جمعه شاهد ما شافش حاجه.
شاهد ما شافش يعني حاجة. هو شايف ان هو ده الشاهد بتاع الفرقه، ما شافش حاجه. هو بيعرف من التليفونات لكن ما شافش حاجه بعينيه. صحيح. يعني شوف في كلام الراجل، حتى الصوره مش واصله له بمعنى بالشكل الكافي. صح كده. فالراجل لما يقول الكلام ده انا اعرف ان المسافه بينهم وبين بعض بعيده. يعني مفيش تقارب. لا اصل ما خدش باله المره دي، لا ده الراجل مش موجود، شايف ما شافش حاجه. صح. هي النقطه دي معلش انا اسف عايز اكملها برضو. استاذ لطفي بيقول الجزئيه دي كان مستر مانويل كان عمل ايه بقى؟ كان في احمد عبده مترجم في الفتره اللي هو جه في الاول طبعا تقريبا مستولى عليه تقريبا كل يوم الصبح عليه. التلفزيونات بتقول ايه، الجرايد بتقول ايه، النادي ماشي ازاي، الناس اللي في الشارع بتقول ايه. فهو خلاص هو اوريدي بقى من مصر خلاص يعني خلاص لم كل الاخبار اللي بتتقال عليه في ظهره، وفي التلفزيون بيقول ايه والجمهور بيقول ايه والناس اللي في السايس بيقول ايه، ياخد منها بقى هو كل حاجه بيجمع العمل اليومي بتاعه يتعامل. كابتن انا اسف مش كابتن الفرقه، مدير الكره زي ما وصفه صديقنا العزيز اخوك لطفي السقعان. انتوا بقى الدور ده مع الكابتن ثابت البطل، مع الله يرحمه، مع الناس يعني رموز الشغلانه دي، هل بيبقى فعلا زي ما لطفي السقعان قال هو رمانه الميزان اللي زي ما بيقول للراجل كل حاجه ممكن يقول للراجل خلي بالك انت مزعل رضا ده مثلا لو اديت له بسكوته ممكن تلاقيه جاب لك كاس العالم؟ وارد ده طبعا. انا شايف ان مدير الكره اهم حاجه في الجهاز الفني، هو حلقه الوصل بين هنا وهنا. ولكن انا شايف انا ما اعرفش الكواليس بتاعه علاقه وائل بالراجل ايه، ولكن انا شايف ان وائل لسه برضه. لا ما اقصدش وائل، انا بقول على الذكر اللي قاله لطفي انه الفكره دي ممكن تخليه، طبعا الراجل ساعتها مش هيعتبره تدخل فني، لا ده بيديله مفتاح رضا. ده مش تدخل فني، ده شغله. انا كده ما بدخلش فني. ما انا قصدي كده ده بيتدخل فني. انت شفت ده انه مدير الكوره بيتدخل فني وبيتدخل اداري، يوصلوا على بعض فيقول له لا انت فاكره عشان كلمته زعل، وانت المره الجايه لو جبت له بس زي ما بقول لك او قلت له صباح الخير بنفس هتاخد منه اكتر. ده علاقته فنيه ونفسيه واداريه، اولا من كل المواضيع دي بالنسبه للعيب وبالنسبه للمدرب. لازم يبقى علاقته باللعيبه كويسه قوي وواصله، وعلاقته بالمدير الفني نفس الطريقه، عشان يقدر في الاخر نقدر نوصل النقطتين ببعض. مين اللي بيوصل النقطتين ببعض؟ مدير الكوره. دوره ايه غير كده؟ هجيلك فيها برضو بمثل حصل سنه 93. جميل. كاس الكؤوس الافريقيه 93 من النادي الاهلي وافريكا سبورت. صحيح. ماتش الذهاب في كوت ديفوار، هادي خشبه مكسور في ماتش جمهوريه شبين، وما عنديش حد يلعب في المنطقه دي. الانجليزي الان هاريس شاف ان الوحيد اللي ينفع يلعب في مكان هادي خشبه عادل عبد الرحمن، وعادل ده مش مكانه، مش دعوه بيه خالص. فالكابتن طارق سليم قال له خواجه يعني فيما معناه المكان ده بعيد عن عادل، قال له هو ده اللي هيعرف يلعب الماتش ده. مكان وحسبها بباور وقوه جسمانيه، باور وقوه وبتاع. قال له بس هو مش متاخد عليه. قال له طب نجيب الواد ونساله. كابتن طارق ولا هارس؟ لا هارس. قال له نجيب اللعيب نساله. فجاب عادل عبد الرحمن قال له تعالى، قال له الماتش انا عايزك تلعب في مركز جديد، مبدئيا موافق ولا رافض؟ فعادل عبد الرحمن كان رده قاطع، قال له لو هقف حارس مرمى للنادي الاهلي في الماتش ده هقف حارس مرمى. قال له طب انت هتلعب مكان هادي خشبه، مش روح على 70% بتوع اللعيب، انت هتلعب مكان هادي خشبه. فنقلوا نقله ثانيه. فطبعا هم ما كانوش متخيلين ان الماتش هيخرج بالشكل ده. فطبعا لما تعادلوا هناك 1-1 في اخر دقيقه كانوا متقدمين وافريكا سبورت كسب تعادل في الوقت الضايع. فهنا طارق سليم قال له كان اختيارك لعادل عبد الرحمن كان في محله. انا سمعت وجهات نظر يعني كل يعني معظم الشواهد في الموضوع ده. ليه؟ انا بعمل فيلم تسجيلي عن الجيل ده فاتكلمت مع كل الاطراف. فكان كل واحد بيحكي حاجه، واستعنت ببعض ما نشر في هذه القصص. وده راح على نقطه رضا شحاته، هو مين اللي بيوصل الاثنين ببعض؟ مدير الكوره. ان هو في النهايه يعني شوف هنا الخبرات ايه. شوف هنا يعني مش معنى ان طارق سليم قال ان عادل عبد الرحمن يعني مش مركزه ان معنى كده انه تدخل في الكوره بس بيناقش. لا ده زي كوتشينا رماله كارت. لكن رماله كارت. الراجل رمى كارت ويرمي كارت.
لكن في النهايه انت صاحب القرار. انت صاحب القرار. هي دي الفلسفه في الموضوع. ما احنا لازم نتناقش. انما تسيبني وتبقى مش عايز تقول لي تقول ده انا غرقتك. ايوه صح كده؟ ايوه. فدي حاجات برضه بتبين الدلالات على اللي بيحصل. لجنه الكوره فرقت؟ اكيد فرقت يا كابتن. لكن برضه انا شايف ان هم ما عندهمش حد يجيبوه. يعني انا كان عندي حسن حمدي، كان عندي الخطيب، كان عندي طارق سليم. طبعا الثلاثه مش موجودين. اجيب مين طاهر الشيخ في المجلس. كابتن طاهر الشيخ. علاء عبد الصادق موجود. كابتن علاء الوحيد اللي اشتغل في الكوره. كابتن طاهر الشيخ له بيزنس خاص ومشغول بيه جدا، وهو راجل متفوق في شغله ورقم واحد في مصر في قصته. طبعا. لكن بقاله كتير بعيد عن الكوره. والكوره دي زي الكيف، عايزه اللي فوقيها. لا دي بتاعت مزاج. يعني زي ما حضرتك دلوقتي بتيجي تكتب، لو المود بتاعك مش كويس طبعا مودك مش كويس هتعرف تكتب. هي زي لما بتحب تدخن، تحب تبدا سيجاره، بتشرب قهوه. كل واحد بقى بطريقته. يعني لكن في النهايه دي مزاج. فهو النهارده بعيد عن هذا المزاج، فما اقدرش ان انا اقيم الكابتن طاهر الشيخ ان هو يكون في لجنه الكوره. بس في كلام دلوقتي عن ان الاستاذ محمود طاهر بيسعى لتشكيل لجنه كوره. طب يبقى مين مع الموسم القادم؟ يبقى مين؟ ما هو ده بقى هيبقى السؤال. عارف، انا دايما اقول لما تبقى بتاخد قرارات استثنائيه في توقيت استثنائي، ايوه بتبقى قرارات خاطئه طبعا، ما بتبقاش قرارات سليمه. انا لازم تخمد بيها شيء ما استثنائي في وقت استثنائي. في وقت استثنائي. وبعدين ارجع اقول ايه ده ما لم تلقى استحسان او قبول الناس، فبالتالي ايه هشيلها. طب ليه؟ انا هفكر طب مين يملى عين اللعيبه؟ خلينا نتكلم بلغه الكوره. طبعا مين يملى عين اللعيبه؟ ما هو انا برضو عايز اقول الخطيب قال تعالى بقى ناقشني بقى في الكلام. خلاص كلام خلص. مات الكلام. مش خلص، مات الكلام. هاجي اقول الكابتن طارق حتى لو بيتكلم غلط، حتى لو ايوه يعني لو مش مقتنع حتى لو مش مقتنع هيقول لك خلاص مفيش كلام. الكابتن طارق سليم قال، الكابتن حسن حمدي قال. طب انا النهارده عشان كده انا يعني بدرس الموضوع بشكل بهدوء. طب هتجيب مين بديل؟ البديل ده، طب انتم مش لاقيين بديل، فهم عشان كده اكتفوا بالكابتن علاء والكابتن وائل والمهندس محمود طاهر المفوض من المجلس باداره شؤون الكره. فبالتالي هم لقوا ان دي ابسط حاجه يقدروا يعملوها. وبرده عشان لما يجي يجيب، طب تعالى يا جماعه النهارده هل هروح اجيب الكابتن مختار احطه في الكوره؟ هنتكلم. هل هروح اجيب الكابتن ماهر همام احطه في لجنه الكوره؟ هل اسئله كتيره جدا. طب لما لو خدت لطفي، قلت تركيز للاجابه مش سرعه اتخاذ قرار. ايوه هاجي اقول بقى لو انا ركزت. طب لو خدت لطفي حسين زعل، ولو خدت حسين لطفي زعل، فهنا بوجدت وانا بحاول ان احنا بندور على حاكم عادل. ايوه وبقت الحكايه ترضيات. فهنا يعني يكونوا حذرين جدا من الموضوع، لانه لو تم على وجه السرعه هيكلفهم كتير. اظن صديقنا محمود طاهر برضو ما شاء الله يعني بيعرف يركز، وهتلاقيه برضو خرج كده للشعب الاحمر عشان يقول يعني اذا كانت المناجاه بلجنه كوره ادينا بنقول هيبقى في الموسم الجاي وانا وانتوا الموسم الجاي ربنا. طبعا هو اخده وعطي. ايوه خد وعطي. انا بقول لك يعني بينج بونج يعني. ربما هو يكون بيمدها شويه لغايه الموسم الجاي، لكن في النهايه وده اللي انت طلبته انه ياخد وقته بقى. ده كان لابد، فبلاش استثناء ودتنا في حته نقعد نقول فيها سنه استثناء أيوه. نطلع في الاخر بنتائج استثنائيه جدا جدا جدا. كابتن رضا الخواجات ممكن طبعا يبني فريق دي، وعلى مسؤوليتي مش حاجه بره اسمها كده. لا على اعتبار انها بتتقال عندنا. لا. هو الخواجه بتاعبني فريق، يعني اي خواجه ممكن يقولوا له خد حتتين من قطاع على مش عارف ايه وجرب. حتى المدرب المصري دلوقتي ما بقاش يبني فريق. يعني احنا ما بقاش في ثقافه يبني فريق، لان ما عندناش في قطاع ناشئين في مصر تقريبا بيدعم القطاع بتاعه عشان ابني فريق. يعني مش عايز برضو مش هضم حق انبي. هو اللي يعتبر النادي الوحيد اللي عنده قطاع ناشئين. هو عامل تجربه الاهلي القديمه يعني. بالظبط كده. احنا ما فيش منظومه تحت عشان اقول النهارده ان انا عندي لعيبه صغيرين اقدر اعتمد عليهم. النادي الاهلي السنه اللي فاتت اعتمد على الناشئين، وبعد كده السنه دي قاعدين كلهم ما حدش ولا لعيب، كلهم قعدوا اللي هم انا شايف ان هم بنسبه 80% السنه اللي فاتت هم جايبين الدوري. طبعا المجموعه دي مش موجوده السنه دي. طب انت بتقول لي طب الخواجه مش هيبني فريق ولا المصريين بيبنوا فريق؟
كله دلوقتي بيشتري جاهز، يقول لك انا عايز اكسب، انا مش ضامن اقعد سنه في النادي اللي انا فيه، فانا لا، انا اجيب السنه، اجيب النواقص اللي عندي اكملها واكسب وزي ما تيجي بقى. طب هل الاهلي قصر في شراء صفقات يعني زي ما بنقول بالكلام الكبير من العيار الثقيل مع بدايه الموسم؟ والله انا شايف ان فرقه النادي الاهلي كويسه جدا من وجهه نظري. الفرقه كويسه، عندنا دكه كويسه جدا، في اصابات كتير ولكن هات لي بقى الناس دي كلها وابدا الاصابات قلت خلاص بتقل، فيبقى عندي عدد لعيب موجود كبير وصغير كويس جدا. انا شايف ان المشكله كلها ان الامور مش مترتبه صح، يعني في غلط في التشكيل او في الترتيب، ولكن كعناصر في الترتيب. ما تيجي انا عايز الخطوط في النادي الاهلي، لو جبت الخطوط في النادي الاهلي كلها كل اللعيبه اللي موجوده عندي وبزياده وناس بره الدكه خالص مميزين. جميل جدا. استاذ لطفي، ونفس السؤال تقريبا، بس حاول تدعبس لنا، هو الخطأ في الترتيب ولا التشكيل؟ لان انت هتبقى اكثر تحررا. سأستأذنكم بفاصل ونرجع تاني. فاصل ونعود. والخطأ يا في الترتيب يا في التشكيل، وعدناكم وبإذن الله مكملين على نفس الوعد. ناس شبهنا وشبههم، كلمة الحق عندهم لا تعني الإساءة ولا يحزنون بالبلد، إنما شيء تفهم منه شيء زي استثنائي كده. بعد الفاصل. تستغربش، بطاطساية روك الجديدة مش لأي حد، بطاطساية أعرض بتمويجة أعمق، طعم أشد، قرمشة أعنف. روك بطاطساية اليانس. Egypt Foods, World of Snacks. بنك غير قوانين اللعب، عمل طعم في طعم، شكل في شكل، ضعف الحجم. بنك قوانين اللعب اتغيرت. World of Snacks. السرير في مستشفى 57-357 مش مجرد سرير. السرير ده بيستخدمه في السنة الواحدة عدد كبير من الأطفال المرضى. بنقدم لهم أعلى مستوى من الرعاية الطبية والنفسية، أدوية وعلاج كيميائي وإشعاعي ومتابعة بعد الشفاء لمدة سنين طويلة، وكل ده بيتقدم لأولادنا بالمجان وبمنتهى العدالة والجودة. السرير ده وراه طبيب متفرغ وممرضة متعلمة ومتدربة. السرير ده بيخدم معاه أجهزة ومعامل حديثة وقاعدة بيانات ضخمة بتفيدنا في الدراسات والأبحاث وتساعدنا نعرف كل أسرار المرض ونحدد أساليب الوقاية اللي هتحمي ولادنا في المستقبل. وكل ده محتاج تمويل مستمر علشان نقدر نستمر. وانت كمان تقدر تساهم في إنقاذ طفل مريض لو ساهمت بتبرع شهري أو سنوي وبأي مبلغ تقدر عليه. تبرعك لكفالة السرير خير كبير. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. احنا في البرنامج ده ما بنرصدش بس الحدث، ولكن بنحاول نعرف ماذا وراء الحدث. ما بنكتفيش بنقد الواقع، ولكن بنحاول معاك نغيره. نحن لا نكتفي بالحكاية، ولكن نكشف ماذا بعد الحكاية. وماذا بعد؟ ولا خرصة.
وماذا بعد من السبت إلى الأربعاء الساعة 9 مساء على LTC. تيسير كتلهان اليوم عطاني صور لطلال اخذين له هالصور بسهرة مع بنت ليل. شو هالمصيبة هاي؟ انت واحد واطي. هن رح يقولوا الاب وابنه حابين نفس المرأة. بس تحبكم تدخلوا. لازم نعرف بنت شلون قدرتي تدفني بنتي وهي عايشة؟ هي البنت ما نظيفة وسمعتها كانت بالأراضي. ليش أسيتيها؟ ما رح يكون صعب نلاقيها. اللي بده يصير يصير. كان يعشقها ولهلا بيعشقها. أنا مستعدة أفرجيك الصورة اللي تصورت فيها بنتك مع جوزي. ما فينا غير نستمر ونشوف. هنبتدي باكلات. اوعوا تفتكروا ان هي غاليه. اعمل طاسه كده طبعا النهارده كوارع. عايزاها شوكولاته ولا بيضه؟ انا عاوزه ان انا اعملها زي ما انتوا عارفين ان انا بقول لكم اسرار. لازم ناكل في الاسبوع اكتر من مره. معلقه عسل اسود على الريق لاولادنا على الصبح. هناكل ونديها بقى. سمك في الاحلام معناه رزق. انتظرونا في اكلات وحكايات. أكلات وحكايات مع رويدة طاهر من السبت للخميس الساعة 1 الظهر على LTC. From the furthest corners of the world where the dark arts still hold sway, I give you Eisenheim. الساعة 12 منتصف الليل على LTC. انت متسلطة متحكمة. انت المتساهل وده اللي بيؤدي الى التسلل. اهدى معانا يا اخواتي. شمش طلعت النور بيزورنا فين رايا وسكين. جنيه ونص. انا محامي يا ابني محامي. عشت ذخرا لنا يا شمس. مع السلامة انا جاية. LTC نور حياتك على تردد 11-2-19 أفقي. رجعنا لحضراتكم تاني ولا زال الحوار مستمر. فكرتونا بالنجم محمود عبد العزيز والتسليك قبل التنفيخ حاجه كده يعني. التشكيل قبل الترتيب. التشكيل ولا الترتيب ولا زال المباراه 0-0 الدقيقه 38. انا شايف ان الترتيب مش موجود اصلا. مش موجود.
ومعنى الترتيب ان انا ترتيب الاولويات اللي موجوده. ترتيب اذا كنت انا النهارده هخلق قياده جوه الملعب تختلف اختلاف كلي وجزئي عن وائل جمعه كرئيس للجهاز. دي طبعا ما بتحصلش لسبب لان الناس اللي موجوده في مجلس الاداره جديد ما عندهاش الخبرات الاداريه طوال المجالس السابقه ما اكتسبوهاش، ان هم قد يكون ده اول خروج لمجلس اداره الاهلي كله. ده اكيد ما عدا محمود طاهر طبعا ومحمد عبد الوهاب. كان اعتقد برضو كان محمد عبد الوهاب كان بعيد، ما كانش يعني في لا ده لو اعتبرنا ان في حد يعني موجود كمجلس كان موجود كمجلس. هما الاثنين لكن كان تداخل في الكوره كان مقفول على لجنه الكوره. ترتيب التعامل مع الراجل مع اللعيبه ده انا شايف انه اقل مما كان عليه وقت جوزين. ترتيب ان المجلس يبقى صريح مع اللعيبه. انا هقول لك مشهد وقفت عنده كتير لما الاهلي كسب الكونفدراليه وشالوا المهندس محمود طاهر، اللعيبه شالته في الملعب واحتفلوا بيه. طبعا ده ما يبقاش رئيس النادي الاهلي مع كامل احترامي. الكل رئيس النادي الاهلي كان بيقعد جنب حسني مبارك ويتقال ان ده رئيس الجمهوريه. شعروا ان في يعني غبن، وحتى هو المهندس محمود قال ان ما حدش قال طبعا انه كان يقصد، لكن الكل نوى على ده، خاصه ان هناك واقعه. وهو المهندس محمود طاهر يعني من تتلمذوا على يد الراحل الكبير صالح سليم رحمه الله. كابتن صالح رفض يحط ايده مع الكابتن مصطفى يونس والكابتن اكرامي في غانا وهم يتسلموا كأس غالية جدا، لأنها كانت المرة الأولى عام 83. كان الكابتن صالح رفض يقوم يعني يبقى في المشهد بتاع بس الكاس في المقصورة يا لطفي. تمام. فمفارقتك في مكانها. يعني كنت عايز أقول إن ما ينفعش رئيس النادي الأهلي اللي حواليه هذه الهالة الكبيرة إنه يبقى زي أي حد. ليه؟ لانك انت لما بتبقى محطوط في منظور المثل والقدوه والكبير و واجي فجاه الاقيك زيك زي غيرك بتقل. دي اعتقد هنقول بيبقى اتاخد عليك اكتر من لازم. ايوه. فكان يجب ان هو حتى تاني يوم كان يبقى له تصريح فيها ان ده حدث استثنائي فرض عليا من فرحه اللعيبه وما حدش كان سامع صوتي. صحيح. من الضجيج اللي حوالينا. صحيح. كان لازم الاقي لها مخرج، كان لازم الاقي لها مخرج. ما حاولوش حد بيقول له كلام. الاهلي يحرز هدف في الدقيقه 42 مؤمن سليمان مؤمن زكريا صح يا شباب؟ مؤمن زكريا ولا انا سمعت غلط؟ عبد الله السعيد. المهم انه جمهور الاهلي هو اللي يبقى السعيد النهارده ان شاء الله. فمحمود طاهر ما حاولوش من ينصحه بامانه؟ انا شايف كل او معظم الاخطاء اللي وقع فيها المهندس محمود طاهر حتى هذه اللحظه اخطاء يعني فيها عنصر الخبره اكتر منه من عنصر القوه. الخبره ايا كانت بقى الخبره متوقفه على التشاور مع المجلس او مع التشاور مع الاصدقاء المقربين او المهتمين بشخص المهندس محمود طاهر. فانا شايف ان هم ما حطوهوش على الطريق السليم. ده كلام هيبقى مهم جدا، لانه بالفعل لابد انه كل القيادات، ولو سمينا الاهلي دوله صغيره، القيادات لابد ان يكون لديها مستشارين امناء وناصحين. كابتن رضا، وانت في الملعب دلوقتي وكسبان 1 ودقائق على الشوط الاول، افضل الاشياء ايه؟ اجيب التاني يعني فورا. يعني شايف هو اصعب وقت للفرقه دايما اللي بتبقى خسرانه جون. لازم في الوقت ده اطلب من اللعيبه ان انا باقصى جهد لازم التاني دلوقتي، لان الفرقه في الوقت ده بتبقى نفسيا ومعنويا بتبقى واقعه جدا ومضطربه، خطوط سايبه، يعني الامور بتبقى بالنسبه لهم صعبه جدا. فانت هو ده الوقت المناسب ان انا اخلص المباراه، اخلص عشان انا نفسيا العب مستريح، لان هم لو جابوا فيك جون بوظوا لك الدنيا تاني. فانت لازم تلحق عند 3-1 لازم تلحق بسرعه تغطي الجون بتاعك، لان احنا يعني
احنا اللي صعبنا الامور علينا. فانا شايف ان انا في الوقت ده لازم اجيب التاني وبسرعه جدا. ده اللي اقدر اقوله للعيبه في الوقت ده. هل الاهلي ممكن مع نهايه الشوط الاول يجري تغييرات ولا يستمر كده يا استاذ لطفي؟ لا اعتقد ان هو هيجري تغييرات طبعا، لان لو لم يكن هناك هدف ثاني في هذا الشوط فهو مطالب بالتعزيز في بدايه المباراه حتى لا يتعرض الى اللحظات الاخيره، لان الكره مع المغرب العربي ليست كما هي مع بقيه الدول الافريقيه. موضوع مختلف تماما. هم عندهم نفس فلسفه الاهلي اللي هو المكسب اللي بيجي مع صفاره الحكم. صحيح، هو نفس المدرسه، وده اللي خلاهم لم ييأسوا حتى النهايه في المباراه الاولى في الوقت الضايع. اضف الى ذلك انهم لياقه بدنيه اعلى، اضف الى ذلك انهم مهارات فنيه وفرديه اعلى، لكن الواضح ان مهم جدا ان الاهلي يرجع لاسمه ومعناه طريقته، ثقله زي ما انت قلت في الاول، الهيبه الحمراء. طبعا قوته، رجولته في الملعب، اصراره على الفوز، روح الفانيلا الحمراء. لان احنا النهارده عندنا اهلي وزمالك في الكوره مع كامل احترامي لبقيه الانديه اكيد بعيدين تماما عن المنظومه، لكن لما يبقى في عدد اكبر من الاهلي والزمالك في المنظومه اكيد ده بيعمل نوع من الارتقاء بالمنتج الكروي في مصر. لان هيبقى عندي تسويق كويس، هيبقى عندي بطولات افضل، هيبقى عندي جمهور افضل من المدرجات الفاضيه، هيبقى عندي تسويق مع شركات عالميه، هيبقى هيجبرنا النهارده ان الناس تروح تجري ورا الدوري المصري بدل ما احنا اتجهنا للثقافه الاوروبيه وبينا نجري على الماتشات الاوروبيه اكتر ما بنجري على الدوري المحلي. صحيح، ودي مشكله لانه يعني كفايه ناس مش بتسوق كابتن رضا، نوليك تدريب الاهلي ونقول لك لو حابب تغير الشوط الثاني تعمل ايه؟ لا انا شايف ان الوقت ده مش يعني من وجهه نظري ده وقت مش وقت مش هيتغير. انا شايف ان انا جايب جون وماشي بالخطه اللي انا بالنسبه لي كويسه، انا ماشي في خط سير كويس، والفرقه معنى ان هي جاب جون ان احنا ماشيين كويس. فما عندكش هستنى شويه لان انا ما اعرفش الماتش ايه قصته بالظبط ورايح بيها فين، ولكن جريده محطوط تحت ضغط ان هو مطلوب منه النهارده نتيجه كويسه زائد اداء كويس عشان ابدا الم الناس حواليا تاني. انت مطلوب منك حاجتين مش نتيجه بس. الشوط الاول يا كابتن رضا ومش هتغير، بس عايز اقول لك انه النتيجه لوحدها ترفع عنان السماء، ولا انت شايف انه لازم اداء؟ لازم اداء. هو حط في نفسه في موقف لازم اداء. النتيجه لوحدها مش هتكفي ومش هترضي جمهور النادي الاهلي. ده انا عارف الكواليس في النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيرضوش المكسب بس. طب عايز اقول لك ان اللي قلناه عن قله الخبره والجري بصوره يعني ازعجت الناس، اللي هي صوره ما فيهاش الكباره، يبدو ان كلام اخويا لطفي، وانا عارف برضه انه بيبقى عنده كواليس، ولكنه ابدا يعني يضيف بايجابيه، عمره ما بيقول على السلبيات. انما في لقطه شفناها بعد احراز الهدف لم يجري جريد واكتفى انه عمل ايده كده بس، يعني بدا يشعر انه مع الكبير. ايوه لانه هو ما كانش مصدق نفسه في الاول، فطبعا وهو في نفسه. طب انت لو جريت دلوقتي هيبقى شكلي ايه قدام الناس؟ لسه الماتش ما خلصش. امسك نفسك يا عم. تفتكر في حد ممكن يكون تولى الكلام مع جريده على مدار الايام الاربعه تحديدا عقب المباراه من الاداره العليا، يعني رئيس النادي مثلا، ولا كالعاده النادي الاهلي لا يمكن ان يتحدث مع المدير الفني خلسه يعني؟ لا، هم قعدوا في مكتب المهندس محمود طاهر في مصر الجديده وبحضور الكابتن علاء أبو صادق وجريده، وكلموا في كل الامور اللي هم بتخص الراجل وبتخص الفرقه وبتخص الكابتن علاء وبتخص الكابتن وائل وبتخص مجلس الاداره، وبما فيها انه مش مقتنع برضو ان النادي دعمه بالشكل الانسب بلاعيبه كويسه حتى الان. طب ايه رايك قبل ما نروح للكابتن رضا برضو على نفس الكلام، ولما تلاقي المدير الفني بيقول لك مجلس الاهلي خدعني مفيش جماهير، يعني يجوز ان الجماهير يعول عليها كثيرا، لكن يعني الحوار بس، هل الراجل تحت ضغط فبيقول اي حاجه كش مالك؟ لانه اصلا انت عرفت مفيش جماهير من يوم ما جيت، طب كنت تمشي بعد اسبوعين 3 10
ولا إيه؟ طبعا وحتى هي مش بتاعته، لان انا لما تعاقدت مع حضرتك كنت عارف ظروف بلدك شكلها ايه، وعارف ان انتوا بتمروا بظروف فيها كم من المشاكل من الجمهور، فبالتالي في توقف شويه عن حضور الجمهور، فانا عارف ظروف المساله. فما تطالبنيش ان انا، لان انا مش صاحب القرار، ده قرار الداخليه مش قرار ده اللي انا بقوله. فهو لما بيتحط تحت ضغط بيضطر يقول جمل ربما تلاقي صدى، وانا بحاول اكد اللي حضرتك قلته واللي الكابتن رضا اكده بقى من داخل الغرف، انه لازم الخواجه يبقى في حد واخده يعني امام وبيقول له كل حاجه. كابتن رضا المدير الفني واللاعب في نفس الوقت في النادي الاهلي، الماتش رايح فين والنتيجه 1-0، ودعمك للاعيبتك يبقى ازاي بين الشوطين؟ لا يعني 1-0 هيبقى الكلام كله ان النتيجه مش مرضيه لا لينا ولا للجمهور ولا احنا عايزين كلام زي اللي بيتقال في الاوضه بالفعل، يعني الناس بتحب تسمع. هو الوقت ده انا شايف ان الوقت ده وقت لعيبه النادي الاهلي مضغوطه جدا. فمش هيحتاج ان انا كمان احمس بزياده قوي، يعني لازم الكلام يبقى محدد في خطوط صغيره. احنا يا جماعه محتاجين النهارده ان انا اكسب 2 أو 3 عشان أأمن، عشان ما اوصلش ضربات جزاء، مش عايز اوصل لان هو يجيب فيها جون فانا اضطر اجيب جونين. يبدا يقول لهم كده، انا انزلهم على الخطوط العريضه اللي احنا اللي هم اكيد عارفينها، ولكن لازم في الوقت ده تفكرهم بيها تاني. مال ياكد اللعيبه في الوقت ده بيبقوا بيشربوا حاجه، بيغسلوا يعني طبعا الناس الاول ويبدا الجمل ما سمعوهاش، يعني يشرب حاجات تعوض الجهد بتاع الماتش، ويبدا يهدى خالص ويبدا يتكلم بعد ما الناس كلها بتهدى. تبدا الناس تهدى وتبدا عشان تبدا تركز معاك وياخد نفسه وتبدا تكلمه بقى في انت محتاج ايه الشوط الثاني، احنا محتاجين نلعب بطريقه ازاي، عندنا مشاكل ايه في الحته مثلا اللي ورا، عندنا مشاكل في الهجوم ازاي، النقط الصغيره اللي انت بتاخدها ونقط القوه عندهم هتقفلها منين، الحاجات بقى اللي هي بتاعت المدربين زي ما هل بيبقى في كلام فردي يعني ممكن يتكلم ممكن تتكلم لازم انت كل مدرب بيبقى عنده من 4 ل5 لعيبه هو بيعتمد عليهم بنسبه 100%. بيبقى مصدر ثقه معاهم لازم اتكلم معاهم بشكل مختلف، لازم طبعا، ولازم احسسه ان هو صاحب الفرقه عشان يقدر يقف في الملعب ويلعب عشان خاطر المدرب برضه. اخر الكلام بيبقى ايه يعني؟ لو قلنا سيبناه 5 دقايق وبدا يقول لهم تاكيد على الخطه زي ما حضرتك قلت، وانت كذا واحنا كذا واحنا هنا وحشين هنعمل كذا، تاكيد على خطوط عريضه هو شغال عليها في التمرين طول الاسبوع طبعا لغايه الماتش. اخر الكلام بيبقى بينك وبين لاعيبتك ايه؟ انا اخر الكلام بيبقى دايما انا بتكلم عليا، انا بعمله ان انا دايما اكلم بقى الحاجات الفرديه، كل لعيب فردي انا محتاج تشوط اكتر، محتاج عندك الراجل هنا في المنطقه دي عنده عيوب كذا فالعب انت بالطريقه كذا. عندي مشكله هنا، يعني برضو حاجات بس تبقى في حاجات جماعيه وفي حاجات فرديه. الفرديه دي خلاص هو نازل الملعب، ليه بقى فردي اللعيب بالظبط؟ ليه فردي؟ اللعيبه في مصر نفسيه شويه تحب ايه ان انت تختص بحاجه. انا كبرنا وانت فانا بجيبه وبحسسه ان هو انا بكلمك فعلا زي ما هو حاسس زي ما انت عايز توصل عليه. فانا بالظبط انا عايز اوصلك ان انا انت اللي شايل الفرقه. فبعمل ده مع 1 و2 و3 و4 عشان هم دول اللي بيتعبوا في الملعب او هم دول اقدر اعتمد عليهم. كابتن رضا، يعني هل ممكن لاعب هو اللي يتكلم بين الشوطين؟ طبعا يقول حاجه مهمه جدا، كابتن الفرقه لازم يتكلم في الوقت ده، ومش شرط كابتن الفرقه عشان لابس الشاره، ممكن يبقى لعيب تاني ثقل في الملعب ليه تقله ان هو يتكلم، يعني زي ما بيقول دور ابو تريكه وجود المدير الفني ولا بعد ما الراجل يخلص؟ اول ما يخلص كلامه المدير لازم كابتن الفريق لازم يتكلم في الوقت ده، ولازم يتكلم في الملعب طول الوقت. ومش شرط يبقى كابتن الفريق، انا برضه انا بتكلم على اللعيبه اللي ليها ثقل، ان واحد بيبقى عنده كاريزما ممكن يبقى كابتن فريق ما عندوش كاريزما. لا ما هو ثقه ومقنع للزملاء كده. قدامنا اقل من دقيقتين. كمان هارس لما مسك الاهلي كان المدرب والمترجم شطه. جاب شوبير قال له انت كابتن الفريق فلازم تكون بتتكلم انجليزي، خد كورس انجليزي مكثف عشان انا اللي هتعامل معاك بعد كده عشان نتعامل مع بعض. الله عشان نبقى شغالين احنا مع اللعيبه مع بعض. يا للانجليزي اللي هقوله لك تقدر تنفذه. على فكره هارس اول من طبق 4-4-2 في صحيح مصر. صحيح. وقعد انا فاكر مره قال للناس لا مين اللي قال لكم بلعب ده احنا بنلعب بليبرو، بس الليبرو ايه عشان يخلص نفسه. واضح ان الراجل ده وانت بتعمل الفيلم واضح ان انا ذاكرت كتير. اكتشفت في حاجات كتير. طبعا. عندنا دقيقه نقتسمها بين القطبين يعني.
عند حضرتك نص دقيقه، الكاميرا تحت امرك والميكروفون وكابتن رضا بعدك. لا انا يعني شايف ان الكره المصريه بتمر بمنحنى مهم جدا افريقيا، سواء الاهلي او الزمالك او سموحه. احنا عشان على مستوى المنتخبات بعيدين بقالنا فتره، محتاجين ان احنا نرجع كانديه، عشان لما هنرجع كانديه اكيد هيبقى عندنا منتخب كويس. يا رب. كابتن رضا. يمكن الكلام ده انا قلته عند حضرتك برضو المره اللي فاتت اكيد. ان احنا اتكلمنا برضو ان احنا عندنا في مصر الامور مش منظمه خالص، الامور ملخبطه. عايزين نستعين بخبرات من بره تنظم لنا الكوره في مصر. الامور عندنا كلها داخله في بعض يا جماعه. احنا محتاجين مدارس تيجي هنا في مصر عشان تمشينا صح على الخطوط اللي احنا عايزينها، عشان نوصل نبقى فرق. نفسي نبقى نروح كاس عالم. الطبيعي ان انا اروح كاس عالم، مش ان انا هموت على كاس عالم. يا رب يا رب نكتشف انه اللجوء مش للحق بقى، اللجوء للاستاذ. في بلاد اخرى اعترفت، ودي حاجه تفرحنا بيهم اشقائنا العرب، انه اعترفوا بالمربيه الاجنبيه. ده احنا عايزين نعترف بالمدرس، يجي بس كام درس خصوصي ويمشي، مش المربيه من الاول وجديد. فكره العرب والدول الافريقيه طبعا الدول الافريقيه المتقدمه كرويا. راح امين يحرز الهدف الثاني لسموحه، وسموحه يستحق كل الكلام الحلو، بيلعب مع ليوبار، احد علامات الكره الافريقيه على مستوى الانديه. بحيي الكابتن حلمي طولان في معاملته لصلاح امين وابعاده عن الفريق. ده الانضباط بقى، ده الانضباط، وجاب بيرجع لاول مره اهوت في اول مره وبيعمل ازاي في الملعب. ده المدرب القوي حلمي طولان، المدرب القوي، ومعاه اداره محترمه، ولاعيبته بقت رجاله زي ما رضا قال، لما على مفترق الطرق كسبانين فرقه ولا اتقل الفرق ليوبار. بشكرك استاذ لطفي، بشكرك كابتن رضا. هناخد بس الكابتن مصطفى قمر لانه وعدناه يقول لنا في مصطفى ابو قمر، لانه وعدناه. انا اسف يا كابتن، الحياه سعيده معانا، جون هنا وجونين هناك. كابتن مصطفى ابو قمر طبعا واحد من علامات التحكيم والمعلق والاعلامي الزميل العزيز، هيقول لنا في عجاله. معلش انا اسف، وبكره هنعمل لك مساحه اكبر، لكن قول لنا نتائج اخر اسبوع او الاسبوع قبل الاخير في الدرجه الثانيه. اتفضل يا كابتن مصطفى. مساء الخير يا كابتن عصام، اهلا بحضرتك وبالثلاث ضيوف. اهلا بيك. سريعا كده ان احنا هنقول قيمه اليوم مباريات الاسبوع قبل الاخير، وعلى ضوء الى حد ما اتحددت بعض الملامح المجموعات. اتفضل. نجد ان المجموعه الاولى نتائجها الاتي: هزيمه سكر ارمنتي من النصر التعدين 0-1، هزيمه المراغه من اسوان 1-2، الالومنيوم كسب الاقصر 4-3، المدينه المنوره كسب الشبان المسلمين هنا 3-1، غرب سهير خسر من سوهاج 2-3، كيما اسوان خسر من طهطا 1-2. ملامح هذه المجموعه حتى هذه اللحظه: سوهاج طبعا على قمه المجموعه ب 47 نقطه مع مدربها ضياء الزعيم، الالومنيوم في المركز الثاني برصيد 48 نقطه مع مدربها حسام مرعي، اما اسوان في المركز الثالث ب 45 نقطه مع مدربها عماد النحاس. والى حد ما الثلاثه اتحددت الملامح المجموعه وصعودهم الى دوره الترقي. جميل. مع المجموعه الثانيه. المجموعه الهابطين بقى نقول لحضرتك عليهم ولا ناجلهم؟ لا خلي الهابطين بكره، قول لنا لو في يعني في المجموعه الثانيه علشان نعرف الاولمبي اخباره ايه، الاسماء الرنانه، وبكره عندنا مساحه كبيره. طيب سريعا برضو في عجاله سريعه اقول لحضرتك الثلاث فرق اللي هم تاكد صعودهم من المجموعه الثانيه: المنيا والوسطى وتليفونات بني سويف. جميل. المجموعه الثالثه الشرقيه للدخان والسكه الحديد والانتاج الحربي، ولسه برضه المركز الثاني والثالث هيتوقف على الاسبوع الاخير. اما المجموعه الرابعه طبعا المريخ ضمن صعوده مع محمد ياسين الى دوره الترقي، ومعاه ايضا نادي القناه ب 43 نقطه، وشباب ابو سوير المفاجاه بقى شباب ابو سوير عنده 41 والشرقيه عندها 41، ولسه هيلتقوا في معركه ساخنه جدا. اما المجموعه الخامسه فتحددت ملامحها: المنصوره خلاص صعد مع ياسر الكنيدي ب 60 نقطه، غزل المحله مع محمد سيد 52 نقطه، البلديه جمال ناقص 47 نقطه. اما المجموعه السادسه اللي على صفيح ساخن زي ما بيقولوا فاركو ضمن الصعود ب 44 نقطه مع مدربه علاء نوح، اما ابو قير عمل مفاجاه كبيره. كام يعني صعد؟ ابو قير لسه عنده 42 بونت. ماشي. مين بقى ده يا كابتن؟ لانه خلاص داخل علينا الاذان.
الحمام عنده 41 نقطه، الاولمبي 39 نقطه، طنطا خلاص مفيش امل انها للصعود لانها هتريح الاسبوع القادم. المجموعه الاخيره. شكرا، وبكره حضرتك معانا، وعلى امل انه بعد كده هيبقى في مساحه لحضرتك ودوري الدرجه الثانيه. انا بشكرك لان انت راجل محترم، ارتضيت بدقائق علشان نبرز دور دوري الدرجه الثانيه في الكره المصريه. شكرا كابتن مصطفى ابو قمر، بشكر حضراتكم تاني. نورتنا يا استاذ لطفي، نورتنا يا كابتن رضا، وانتوا كالعاده لان المخرج هيخنقني، والله انتوا النور الاساسي. وزي ما قلت لحضراتكم، في وجود بلد كل الدنيا بتقول انها الاهم والاكبر لازم الناس تبقى على مستوى الحدث. بشكر زميلي العزيز محمد عراقي، قام اليوم بكل الوان الميديا والصحافه معانا، ووليد عبد الرحيم. السلام عليكم.